أهلا يا جماعة. النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا لكل متعلمين اللهجة المصرية. النهاردة هعلمك إزاي تتكلم وإنت بتزور الأهرامات في مصر. هتكلم عن كل الكلمات اللي ممكن تستخدمها والجمل والتعبيرات اللي ممكن تساعدك في موقف زي الموقف ده. أنا عارف إن هي ممكن تكون أول مرة ليك تزور الأهرامات، أو ممكن تاني مرة، أو أنت زرتها قبل كده. بس في الفيديو ده إن شاء الله أنا هخليك تتكلم لهجة مصرية كويس جدا في المواقف اللي هي ممكن تقابلك لما تزور الأهرامات. يلا نبدأ. أنا عايزك تتخيل معايا، أو أنا عايزك تتخيلي معايا إنك هتدخل الأهرامات. طيب إيه اللي هتقابله أول حاجة؟ أول حاجة لازم تدفع التذكرة. التذكرة، طب يعني إيه تذكرة يا جماعة؟ التذكرة هي الورقة اللي بتاخدها عشان تدخل بيها المكان. زي كده مثلا دي تذكرة بتاخدها كده، واحنا بنقول انا رايح اقطع تذكرة. اقطع تذكرة يعني ادفع الفلوس وادخل بقى المكان بتاع الاهرامات. هتروح تدفع الفلوس، هيكون في كشك كده او بوابة فيها الموظف اللي ممكن تدفع له الفلوس. فبتقول له طبعا انت مش هتتكلم انجليزي، هو ممكن يشوفك كده، يشوفك شكلك مش مصري، شكلك اجنبي كده، مش مصري، فهيكلمك انجليزي. بس انا عايزك بقى تصدم الموظف، تصدمه وتتكلم مصري بقى. ممكن يفتكرك مصري في الاخر ويعمل لك خصم، لان التذاكر في مصر في تذكرة للاجنبي وفي تذكرة للمصري وفي تذكرة للعربي. تذكرة الأجنبي أغلى واحدة، فأنت لو اتكلمت لهجة مصرية في الموقف ده ممكن تاخد تذكرة المصري. طيب فبتسأله لو سمحت عايز تذكرة واحدة، بس انا عايز اعلمك الجملة اللي ممكن تقولها في الموقف ده عشان تبقى كده مصري. لو سمحت عايز اقطع تذكرة. لو انت عايز تقطع تذكرة هتقول انا عايز اقطع تذكرة. اقطع. ركز قوي، ركز قوي يا جماعة الجملة دي، عايز اقطع تذكرة. طيب لو انت عندك مثلا معاك واحد تاني، او انت معاكي واحدة تاني، او مثلا انتوا اكتر من واحد، عايز اقطع تذكرتين، عايز اقطع ثلاثة، على حسب بقى العدد اللي معاك في اللي هتدخلوا الاهرامات. طيب هو بيقول لك طيب يا فندم خد التذكرة اهم، يعني بيديك مثلا تذكرة او تذكرتين وتدخل الاهرامات. بعد كده لما تدخل اهرامات هتدخل على بوابة التفتيش. ركز قوي بقى، ركز قوي. بوابة التفتيش يعني ايه تفتيش؟ انا هوريك حاجة دلوقتي. شوف بقى، دي البوابة بتاعة التفتيش. لحظة لو سمحت، ده الكورس بتاعي، اكتر كورس انا تعبت عليه، والكورس دلوقتي عليه خصم كبير جدا، والخصم ده لفترة محدودة جدا. الكورس ده بأقل من $10 بدلا من $130. يلا الحق الخصم ده لأنه هينتهي ممكن في يوم واحد. كل اللي عليك إنك تضغط على أول تعليق وتحصل على الكورس ده. أنا عايزك تشوف الكورس في الأول. الكورس ده جميل جدا، 209 ريتنجز، وتشوف التعليقات بتاعت الناس، وتشوف اللي هتتعلمه، وتشوف كمان كل حاجة في الكورس ده. وكمان خلي بالك ان انت ممكن يرجع لك فلوسك في غضون 30 يوم، يعني ممكن تطلب استرجاع الفلوس. شوف الكورس وشوف المحتويات، ولو حابب تشترك كورس اضغط على اول تعليق. والسلام عليكم. يعني هيفتشوك، هيفتشوك كده، هيفتشوك. معاك اي حاجة، يعني مثلا معاك آلة حادة، معاك سلاح، معاك حاجات ممنوعات زي مثلا معرفش ايه الممنوعات، بس هتتفتش، هيفتشوك. فانت بقى هتسيب كل حاجة وهتتفتش عشان تدخل الأهرامات. بعد ما تدخل الأهرامات أول حاجة هتشوفها في وشك هو أبو الهول. أبو الهول، طبعا أبو الهول يعني أكيد أنتوا عارفين إيه هو أبو الهول، بس أنا برضو هوريكم مين أبو الهول. أبو الهول هو الشخصية دي أو التمثال ده. دي أول حاجة
هتشوفها لما تدخل الأهرامات. طبعا يعني هو أبو الهول يا جماعة هو آه، جسم أسد وراس إنسان. نركز قوي، جسم أسد وراس إنسان. هتشوفه كده، هو تمثال كبير جدا، وأنا مش هقدر أوصف لك حجمه لأن حجمه في الطبيعة غير الوصف تماما، فأنت بقى محتاج تشوفه على الحقيقة. بعد لما تدخل تشوف أبو الهول هتلاقي بقى كل الناس بيستقبلوك، كل الناس بقى اللي بيشتغلوا في الأهرامات. نركز قوي. طبعا هتلاقي شرطة كتير في المكان عشان تحافظ على الأمن المكان، وهتلاقي بس هتلاقي أكتر ناس بيستقبلوك الناس اللي شغالين في الأهرامات. مين الناس دول؟ الناس اللي معاهم جمال، الناس اللي معاهم حنطور. طيب يعني ايه حنطور؟ اوريك انا بقى الحنطور بقى، عشان الحنطور ده حاجة حلوة قوي. ده الحنطور يا جماعة، ده الحنطور. حنطور هي عربية بيجرها حصان في الغالب، ده الحنطور. هتلاقي الناس بتاعت الحناطير بتستقبلك، هتلاقي هتلاقي الناس وراك في كل حتة، عايزين يعملوا منك فلوس، عايزين يطلعوا منك فلوس. فمثلا خلينا نتخيل كده مشهد ان انت داخل الاهرامات كده واول مره تدخله ومش عارف بقى اللي بيحصل بقى، وبتشوف حواليك بقى ومنبهر بقى بابو الهول. يجي لك واحد بقى يقول لك هلو، ويتكلم معاك انجليزي بقى. انا عايزك بقى تصدمه تاني، انا عايز الصدمه دي على طول لكل واحد. فتقول له ايه؟ ازيك عامل ايه؟ فيقول انت بتتكلم مصري او انت بتتكلم؟ ايوه انا بتكلم مصري. امال انا طبعا بتكلم مصري. طبعا بقى الشخص ده هيعرض عليك الخدمه بتاعته او الحاجه اللي هياخد منها فلوس. فيقول لك طيب بص، تعالى انا اركبك الحنطوره اوصلك للاهرامات. هيطلعك بقى فوق للاهرامات، هيطلعك بقى فوق الاهرامات. فبيقول لك ايه؟ تعالى اركبك الحنطور واوصلك الاهرامات. فانت بتقول له طيب بكام؟ السؤال ده مهم جدا، بكام؟ عايز تسأل عن اي حاجه، عن اي حاجه في مصر، عن اي حاجه، فلوس، عايز تشتري اي حاجه، عايز تسأل عن سعرها. سؤال سهل جدا، بكام؟ كلمه واحده بس، كلمه واحده بس، بكام ده او بكام دي؟ فهيقول لك من غير فلوس. طبعا الجمله دي مشهوره جدا عند المصريين، يقول لك من غير فلوس، من غير فلوس. تقول له طبعا الكلام ده مش صح، هي بفلوس. فهو بيقول لك من غير فلوس عشان انت هترتاح نفسيا وتحب الراجل ده وتقول الله ده انت كريم قوي، طب انا هاخد الخدمة بتاعتك، وفي الاخر تطلع غالية جدا. فانت تقول له لا معلش انا عايز اعرف بكام. فيقول لك هيقول لك مثلا 50 دولار. طبعا انت معكش دولار، فهتقول له لا انا معيش دولارات، انا معايا مصري. بكام دولار مصري؟ يقول لك مثلا 500 جنيه مصري. هنا هعلمك ازاي تفاصل بقى. طبعا انا ايه، لو حد شافني من الجماعه اللي هم شغالين في الاهرامات هيزعلوا قوي، يا ريت محدش يشوفني. فبقى هيعلمك انا هعلمك ازاي تفاصل. فتقول له غاليه قوي، 500 جنيه غاليه قوي يعني، لا انا ممكن ادفع 100 جنيه، انا ممكن ادفع 100 جنيه، و500 جنيه غاليه قوي. فيقول لك 100 جنيه ايه يا عم؟ مفيش الكلام ده، هي ب 500 جنيه. فانت تقول له خلاص انا همشي. فانت بقى تمشي بقى، تقول له شكرا مش عايز حاجه. هتقول له ايه؟ شكرا مش عايز حاجه، وتمشي بقى، تمشي. فاول لما تمشي هيجيبك، هيقول لك تعالى تعالى خلاص 100 جنيه 100 جنيه. وتركب بقى انت الحنطور او تركبي انت الحنطور بقى، وتمشوا بقى في الاهرامات بقى، وتشوفوا الاهرامات بقى وقد ايه الاهرامات كبيره قوي بقى شكلها جميل جدا. طبعا الاهرامات مهما او يعني حاولت اوصف لكم الاهرامات مش هوصل لكم الوصف الكامل غير لما تشوفوا الاهرامات. تمشي بقى في الاهرامات بقى، وممكن تعمل محادثه مع صاحب الحنطور و... وتقول له ايه الهرم ده؟ فيقول لك بص يا جماعه احنا عندنا 3 اهرامات، هرم الكبير خوفو، الهرم المتوسط خفرع، والهرم الاخير منقرع. خوفو وخفرع ومنقرع دول ال3 اهرامات الموجودين في مصر. الهرم كبير جدا وطويل جدا. طيب بعد لما يوصلك للمكان اللي انت اتفقتوا عليه، فبتقول له اتفضل الحساب.
بتديله المبلغ اللي اتفقتوا عليه. لو هو قال لك لا 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 انا عايز 100 جنيه تاني، فتقول له لا انا مش هدفع غير اللي اتفقنا عليه. يلا نركز بقى في الجملة دي، انا مش هدفع غير اللي اتفقت عليه. يقول لك ازاي؟ ده انا وصلتك وتعبت معاك وانا تعبان وامي عيانه وخالتي عيانه وخالتي في المستشفى وانا راجل غلبان. قول له مش هدفع غير اللي اتفقت عليه. نركز بقى في الجمله دي، مش هدفع غير اللي اتفقت عليه. مش هدفع غير اللي اتفقت عليه. بتدي له فلوس وبعد كده تمشي. طبعا هينزلك في مكان فكل الناس شايفينك انت اجنبي بقى، ابيضاني بقى ومختلف عن المصريين بقى الصم، فهيستلموك بقى. بتاع الشاي هيستلمك، عايز تشرب شاي يا باشا؟ لو انت عايز تشرب شاي تقول له اه عايز كوبايه شاي. لو انت مش عايز تشرب شاي تقول له لا شكرا مش عايز، شكرا شكرا. هتقول له كده، بص هترفع ايدك كده وتقول له شكرا شكرا مش عايز اشرب شاي. هيستلمك بقى ناس كتير قوي، هيستلمك الناس بتوع الشيلان. واحد معاه كاميرا وعايز يصورك يقول لك تتصور قدام الاهرامات. انا عايزك بقى تعمل محادثه بقى مع الراجل ده. فهتقول له اه طيب مفيش مشكله، بكام الصوره؟ هيقول لك من غير فلوس. تقول له ازاي من غير فلوس؟ من غير فلوس. تقول له ازاي؟ هيقول لك مثلا عايز تتصور صورة من غير فلوس، بعد كده الصورة اللي بعد كده ب50 دولار مثلا. فهو بيقول لك اول حاجة من غير فلوس اول حاجة، وبعد كده بيلبسك في مبلغ كبير. فاهم حاجة تتفق معاه تقول له لا لا انا غالي على المبلغ ده، غالي عليا، المبلغ ده غالي عليا، انا ممكن ادفع 50 جنيه في الصورة. فممكن يقول لك لا 50 جنيه قليلة جدا، لا. فانت تقول له طب خلاص نخليها 60، نخليها 60 جنيه. فهو ممكن يوافق وممكن يقول لك اوكي مفيش مشكلة. وبعدين تتصور بقى جنب الاهرامات او تتصور قدام الاهرامات الصورة بقى اللي تعجبك. وممكن تعمل الصورة دي اللي انت بتمسك بيها الاهرامات. طيب طبعا انت بقى ماشي بقى في الجو ده بقى، صحراء كبيرة قوي واهرامات بقى وناس حواليك من كل مكان. وانت طبعا ايه، خلي بالك ما تروحش الاهرامات في عز الظهر، ما تروحش الاهرامات في عز الظهر لان الشمس هتكون سخنه قوي. روح الاهرامات كده في الصبح بدري قوي، او قبل المغرب كده بساعه، او بعد العصر بشويه عشان الشمس تكون كسرت، الشمس اتكسرت يعني الشمس هديت. طبعا انت بتشوف المشهد الجميل ده وبتاخد صورة بقى، وبتاخد صورة هنا يجي لك واحد بقى من بعيد لابس جلابية كده ولابس شال ويقول لك يكلمك انجليزي بقى. فانت بقى تصدمه تاني، الصدمة بقى تقول له ازيك عامل ايه؟ فيقول لك احنا عندنا ممكن تركب جمل وتلف بيه الاهرامات كلها ومبلغ صغير خالص. فانت تقول له طيب بكام الرحله دي؟ فهو يقول لك مثلا مبلغ قليل جدا 100 دولار. فانت تقول لا كتيره جدا 100 دولار، انا معيش دولارات انا معايا مصري، انا ممكن ادفع لك 200 جنيه. يقول لك لا قليله جدا. يقول له انا الصراحه انا معيش غير 200 جنيه وده اللي اقدر ادفعه. هتقول له ده معيش غير 200 جنيه وده اللي هقدر ادفعه. فانت تخش في حوارات وكده. يقول لك ماشي يلا اركب الجمل. طبعا تجربة ركوب الجمل تجربة جميلة جدا لو انت اول مرة تجربها، وممكن تكون خايف كده ومتوتر. بعد ما تخلص الرحلة بتاعتك وتلف على الجمل، الراجل الجمال يعني الراجل صاحب الجمل هيقول لك الحساب. خليني اوريك صورة. ده جمل وده الجمال، ده جمل وده الجمال. هيقول لك مثلا الحساب يا باشا 500 جنيه. فانت تقول له ازاي احنا اتفقنا على 200 جنيه؟ طيب الحركة دي اسمها نصب يا جماعة. يعني ايه نصب؟ يعني يتنصب عليك في الفلوس. يعني انتوا اتفقتوا على مبلغ وبعدين في الاخر يطلع مبلغ تاني، ده اسمه نصب او اخلال بالاتفاق. اتنصب عليا في الفلوس يعني اتضحك عليا في فلوس، طلب فلوس اكتر من اللي اتفقنا عليه، ده اسمه نصب. ممكن يتنصب عليك في الاهرامات وممكن ما يتنصبش عليك، على حسب بقى آه، مهارتك انت بقى في التفاوض ومهارتك ان انت تفهم الناس اللي في الاهرامات. طبعا انا مش بقول ان في الاهرامات في نصب كتير، لا طبعا في ناس محترمة جدا في الاهرامات، لكن ده الغالب عليهم.
الغالب على الناس اللي شغاله هناك. طيب بعد كده هتقول له لا احنا اتفقنا على 200 جنيه. هتقول له راجل الجمال ده لا انا اتفقت على 200 جنيه وادي معيش 200 جنيه. وتطلع كده وتقول له انا معيش غير 200 جنيه بس، تعمل اي حركه كده ولا كده. بعد كده ممكن يجي لك واحد تاني تقول له، يقول لك مثلا تيجي تركب حصان، تيجي تركب حصان، انت تقول له لا مش عايز اركب حصان، فانت تمشي هو يمشي وراك. تيجي تركب حصان يا باشا تعالى اركب حصان، انت تمشي تقول له لا مش عايز اركب، يمشي وراك. انا عايز اخليك تركب حصان باي طريقه، انت تمشي هو يمشي وراك. لازم تركب الحصان. فتقول له طيب بكام؟ طيب خلاص انت زهقتني يا عم، انت ورايا انت ورايا ورايا مش عايز تسيبني، انت طلعت ميتين امي. ها طبعا طلعت ميتين امي دي جمله ما اعرفهاش الا المصريين، وانا مش هترجمها عشان دي جمله ما اعرفهاش الا المصريين. فتقول له بكام؟ يقول لك ببلاش. ببلاش؟ ازاي ببلاش؟ يعني مفيش حاجه ببلاش. خلينا متفقين ان مفيش حاجه ببلاش في الدنيا دي. اقول لك تعالى بس خد صوره ببلاش وصدقني ببلاش، انا مش عايز منك فلوس. هو الراجل صاحب الحصان ده بيقول لك انا مش عايز منك فلوس، اركب على الحصان وخد صوره ببلاش. فانت طبعا ماشي، انت تصدقه بقى، تصدقه وتركب على الحصان ويديك صوره على الحصان. بعد كده يقول لك طبعا انت اللي بست بقى، لازم بقى تكمل الليله بقى طالما انت ركبت على الحصان وقال لك ببلاش. هو كده يعني ارغمك ان انت تكمل بقى الصفقه بقى، تكمل الصفقه اللي هو يعملها. فانت بقى تمشي بقى بالحصان، يقول لك طيب تعال نروح رحله كده، تعال نمشي شويه. فانت تمشي شويه وبعدين يقول لك كده انا عايز منك 20 دولار. فانت تقول له ليه؟ انت قلت لي ببلاش. فهو يقول لك انا قلت لك ببلاش عشان خدت صورة، بس انت مشيت بالحصان بقى وعملت رحلة. ده حصان يا باشا، ده حصان بياكل، ده حصان يا باشا بيتعب، انا بوكله. فانت تقول له اوكي مفيش مشكلة. طبعا انت لبست في المبلغ ده واتضحك عليك لان قال لك ببلاش في الاول. فتقول له ماشي. هنبدأ بقى تفاصل بقى، تفاصل. نركز قوي على الكلمة دي، انك تفاصل في السعر. ان الفصال ده في الحاجات دي مهم جدا، مهارة جميلة جدا الفصال، انك تتفاوض على السعر. الفصال هو انك تتفاوض على السعر. فتبدأ بقى تفاصل بقى وتفاوض على السعر. تقول له صراحة انا معيش 20 دولار، انا معايا مصر، معايا جنيهات مصري بس، انا ممكن ادفع بس يعني في الفصال ده. طبعا انت طالما انت لبست في الموضوع ده وان هو نصب عليك في الاول او ضحك عليك وقال لك ببلاش وبعدين عايز يدفعك فلوس، فانت بقى جيب اخر رقم بقى ممكن تدفعه. يعني اقل حاجه ممكن تدفعها مثلا 20 جنيه. تقول له بصراحه انا مش هدفع غير 20 جنيه. هيبص لك ازاي 20 جنيه؟ ازاي دي ما تجيبش كوبايه شاي؟ ممكن يعمل لك كده. 20 جنيه ازاي دي ما تجيبش كوبايه شاي؟ فتقول له بصراحه انا معيش غير 20 جنيه، انا معيش غير 20 جنيه، انا مش هدفع غير 20 جنيه. يقول لك ازاي؟ هتقول له انت قلت لي ببلاش، خلينا ايه، انت قلت لي ببلاش، انا مش هدفع غير 20 جنيه. وبعدين يقول لك لا ما ينفعش 20 جنيه بقى ويعمل لك حفله وزنبليطه وكده. فتقول له خلاص انا هدفع 30 جنيه، وعلي علي كده لغايه لما توصل للمبلغ توصل ل 50 جنيه بقى وتقول له خد. بعد لما يرضى بقى وان خلاص بقى ان انت حطمت له احلامه ان هو مثلا ياخد منك مبلغ كبير. مش عارف انا بعلم الناس المفاصله دي ليه، بس يلا. بعد كده هيقول لك بعد ما ياخد منك الفلوس، احنا عندنا عاده كده اغلب المصريين لما ياخدوا منك الفلوس او قبل ما ياخدوا منك الفلوس قبلها بشويه كده، يقول لك طب خلي يا باشا. طيب خلي يا باشا، خلي يعني مش لازم تدفع. طبعا هي مش معناها انك ما تدفعش، هو اسلوب كده حلو كده عشان ايه؟ عشان تدفع وانت مستريح. طب خلي يا باشا، لو خليت يبقى انت مش فاهم اي حاجه في الثقافه المصريه. لو قال لك خلي يا باشا تدفع له وتقول له ماشي شكرا وتمشي والسلام عليكم. طبعا خلصت الرحله الجميله دي في الاهرامات. طبعا انا بحاول اوصل لك الصوره، صوره الاهرامات. طبعا الاهرامات فيها ناس جميله جدا ومكان سياحي جميل جدا. بس انا بعلمك، هدفي في الدرس ده اعلمك ازاي تتكلم مع الناس هناك وازاي تعمل محادثه الفصال، فصال في الفلوس، الفصال في الفلوس، وانك تتفاوض في الفلوس. وبس كده، وهتطلع من الاهرامات وهتكون اكيد اتبسطت من الاهرامات لانه مكان جميل جدا.
أحسن مكان يعتبر ممكن تزوره في مصر. وخلصت على كده. ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك أو تسيب كومنت، والسلام عليكم.